مساء الخير، مساء السعادة، جماهير النادي الأهلي العظيمة في كل مكان. مبروك الفوز 2-1. نتيجة مش كافية، أكيد مش كافية، بس حصلت بفعل فاعل. الأول بس أنا بشكر كل الناس اللي كانت بتطمن عليا. أنا ليه بقالي فترة كنت متوقفة عن الفيديوهات، للأسف كنت بمر بظروف صعبة كده، يعني قصة نصب وحاجات، بس الحمد لله بفضل الله أولا، وبفضل الأصدقاء والعيلة والناس الجميلة اللي في حياتي، حتى الناس اللي كانوا بره، يعني مفيش يعني اتصال قوي بيني وبينهم. النتيجة ان هو بره مصر قد ايه كان فيه اهتمام من الأصدقاء والقرايب اللي في الخارج، والحمد لله عدت على خير. المهم ندخل في موضوعنا. امبارح الأهلي عمل نتيجة 2-1 بفعل فاعل. حكم جاي عارف هو بيعمل ايه وهيعمل ايه، ونفذ مخططه تماما هو والفار. الحقيقة الناس دي جاية. بص، الأهلي كان السنة اللي فاتت بنتكلم في إن يعني مباراة تبقى رايح جاي، مفيش حاجة اسمها مباراة، على الأقل ما تبقاش يعني لو مباراة واحدة النهائي ما تبقاش في أرض الخصم. فطب اوكي مفيش مشكلة، بس لو انت وصلت النهائي قابل يا اهلي بقى، قابل شغل بقى الاتحاد المغربي مع شغل الاتحاد الافريقي مع ناس من الاتحاد المصري. اوكي، طب قابل يا عم. حصل ايه امبارح؟ حكم نادل من اول ثانية. انا كتبت بعد كام دقيقة الحكم ايه هو. الحكم من اول على تويتر، الحكم من اول ثانية باين، انا هطلع عينيكم، انا مش هخليكم تكسبوا، واخركم يوم ما هتكسبوا 1 أو 2-1. الحكم عارف، حاطط سيناريو. هو والناس اللي في الفار عارفين كويس قوي بيعملوا ايه. المشكله ان ده وصل للاعبين عندنا، وصل جدا. ابتدوا يشوفوا السيناريو السنه اللي فاتت، وابتدوا يشوفوا الفساد اللي حصل السنه اللي فاتت، وابتدوا يشوفوا ان المؤامره بتتكرر. فابتدى بعض اللاعبين يبقوا قلقانين. واحد زي حمدي فتحي كان فاهم جدا، ما كانش بعيد عن مستواه قد ما هو كان قلقان، وعارف ان الحكم مستني عشان يديله انذار. تحس حتى لما يروحوا بيكلموا حمدي فتحي تحس انه جاي ماسك نفسه. حمدي فتحي مش دي امكانياته، كان يقدر يدي اكتر من كده، بس قلقه من الحكم كان محجم اللاعب جدا. كل لعيبه الاهلي كانوا فاهمين، كل لعيبه الاهلي كانوا شايفين المخطط والمؤامره بتاعه شمال افريقيا اللي ما بتخلص. انا كنت اتمنى اقابل حتى لو سان داونز اللي رئيس ناديهم، رئيس الاتحاد الافريقي، لان على الاقل يعني الافارقه ما بيلعبوش قوي اللعب ده، مش زي شمال افريقيا، هم متميزين في اللعب الحقير ده بصراحه يعني. الفار عارف بيعمل ايه. قلنا شمال افريقيا عارفين كويس قوي هم عايزين ايه وبيعملوا ايه. للاسف انا بس بقى ليا رجاء للكابتن محمود الخطيب ولاداره النادي الاهلي، لو سكتنا مشهد السنه اللي فاتت يا بيبو هيتكرر، نفس الصوره هتتكرر. هي فرحتي لما يعتذروا لنا. السكوت على حكم امبارح كارثه. لا، هندفع ثمنها غالي جدا. انا ما اعرفش احنا ينفع نخاطب مين غير الاتحاد الافريقي بصراحه. هل ينفع الاتحاد الدولي؟ انا ما عنديش فكره. تغيير حكم النهائي، حكم هيعتزل حضرتك بعد الماتش هو مش موجود، ايه بقى هتحاسبه؟ هتعمل له ايه؟ هتعمل له اقامه جبريه مثلا لما يغلط ولا يذبح النادي الاهلي؟ هتقدر تعمل ايه حضرتك يعني ايه حكم اخر ماتش ليه يبقى نهائي بطوله، وحكم اساسا مواقفه المشبوهه ضد الاهلي ومصر بتخلص كتيره جدا. تاريخه اسود مع النادي الاهلي ومع مصر. فتيجي النهارده تحطه في النهائي والمفروض كده بقى ان هيبقى فيه عداله؟ لا، مش هيبقى فيه عداله. تغيير حكم النهائي امر هام جدا لاداره النادي. مفيش حاجه اسمها هنجتمع وهندرس، مفيش حاجه، مفيش اجتماعات ودراسه. خليكم صوتكم عالي ان احنا اصحاب حق. كفايه بقى، هم بيعرفوا ياخدوا كل حاجه بالصوت العالي شويه، باللقم والخبث شويه، بالسياسه شويه. احنا لازم يبقى لنا دور يعني هنا، وبنتظلم تحكيميا وبنسكت وبتقعدوا تقولوا ضغوطوا ومش ضغوطوا وادينا ساكتين. الاتحاد الافريقي كمان عليه ضغوط، يعني عليه او احنا علينا ضغوط في الاتحاد الافريقي؟ لا ما اعتقدش بقى ان كمان في افريقيا هيبقى علينا ضغوط. النادي الاهلي حافظ على حقك، احنا مش هنقدر نقبل تاني الظلم اللي حصل. احنا كلنا كنا زعلانين جدا. انا واحده من الناس اللي من الصداع ما قدرتش، خدت منوم ونمت. ما كنتش قادره اتحمل. مش فكره ان مش عارفه ثقه في لعيبتي، انا عارفه ان لعيبتي يقدروا يكسبوا في اي حته،
والفريق يقدر يعمل حاجات كتير قوي. ومش عدم ثقه في اي حاجه الا في ان تكرار نفس اللعبه، انك تفضل مصدوم. او يا جماعه قهرتنا السنه اللي فاتت لو اتكررت تاني تبقى صعبه قوي. ما ينفعش انا اقدر يعني اتحمل ان انا اتظلمت مره، انما لو اتظلمت مره واثنين وثلاثه لا، لا ده ما تزعلوش مني، ده انا ببقى حيطه مايله بقى، يبقى انا استاهل. اداره النادي الاهلي ارجوكم ارجوكم اتحركوا. الفتره الجايه على فكره يا جماعه مش محتاجه المدرب قد ما هي محتاجه المعد النفسي يعد اللاعبين ازاي تتعاملوا المباراه القادمه، وتشيلوا شويه من دماغكم موضوع التحكيم. انا عارفه ان التحكيم موجود، بس ازاي نتعامل معاهم. النهارده ان شاء الله اكتر من فيديو، ده مش الفيديو الوحيد، في فيديوهات كتيره للجمهور وللاعبين ولاداره النادي الاهلي. وهيفضل الاهلي فوق الجميع، احنا الاهلي انتم